السلام عليكم. أه ما يمكنليش ما نهضرش على، رغم انني ما كنتش باغي نهضر صراحه، كنت متحفظ على انني نهضر لان ما غاديش نقدر نقول اكثر من داكشي اللي تقال واللي قالوه خوتي المغاربه، وركزوا لي سطروا لي على هاد خوتي المغاربه. احنا خوت بيناتنا، الله يرحم الوالدين. البارح السيناريو ديال البارح حتى واحد ما كان يتوقع صراحه. بعد التنظيم، من بعد الصورة ديال المغرب اللي تعطاتها للعالم، من بعد ما شفنا ملاعب مغربية، من بعد ما شفنا رقي الجمهور المغربي، طبيعة الحال يكون عندنا أعداء، هذا شيء طبيعي. الله يحسن لهم. الناس جات وشافت المغرب وما كانوش يتخيلوا أن المغرب بديك الجمالية وبداك التنظيم وبداك الاستقبال. كاين الناس اللي جاو راهم تصدموا في المغرب لأن كانت عندهم صورة أخرى على المغرب. السيناريو ديال البارح صدمنا كاملين، حتى واحد ما خرج راضي من الملعب، وحتى اللي شاهدوا الماتش في التلفازة حتى واحد ما كان راضي بديك النتيجة. ولكن قدر الله ما شاء فعل. احنا ما غاديش نتكلموا على المدرب، ما غاديش نتكلموا على اللاعبين اللي تقاتلوا، ما غاديش نتكلموا على الجمهور اللي كان في اعلى مستوى البارح، اللي سمح في شغالاته واللي سافر من بلاد البلاد باش يجي يحضر النهائي ديال البارح. ما بقاتش فينا اننا ما ديناش لاكوب، ولكن اللي يبقى فيك صراحة هو ان البارح، الحالة ديال البارح واللي وقع البارح كشفت الستار على بزاف ديال الناس، وعرفنا باللي حنا بوحدنا، وعرفنا حنا اللي خصنا نبقاو غير بيناتنا. ما كاش اللي غادي يبغي لك الخير. واهم شيء من هذا الموضوع كامل هو هذيك السياسات ديال نكبروا بزاف بالبراني، نطلعوا له الشان، ديك سياسات الانبطاح بزاف باش نبانو كيوت بزاف. بركه صافي، بارك علينا، الله يرحم الوالدين. كفايه كما قالوا، وبزاف كيوت كتر من القياس. اي حاجه عندها دوزاج، حنا دزنا هذاك، فتنا هذاك الدوزاج هذاك. بركه. فهمنا اليوم باللي حنا نتعايشوا غير مع بعضياتنا، حنا خصنا نتحابوا مع بعضياتنا، حنا خصنا نتعاونوا مع بعضياتنا، حنا خصنا نبغيو بعضياتنا، حنا خصنا نحميو بعضياتنا، حنا خصنا نتهلاو في ولاد بلادنا، نعليو بولاد بلادنا، نعليو بلادنا والقيمه ديال بلادنا والسمعه ديال بلادنا. بارك من ديك سياسات الانبطاح كيوت بزاف. صافي كاين واحد الدوزاج، راه الشيء الى زاد عن حد انقلب الى ضده. شفتوا فين وصلنا؟ شفتوا البارح الحاله اللي وقعت في الصطاد؟ شفتوا خوتنا المغاربه برا المغرب اللي عايشين في افريقيا، الخلعه والخوف اللي عاشوها؟ كلنا شفنا هاد المناظر، ما بقيناش باغينهم صراحه. تعطات أخيب صورة على الكرة الإفريقية، رغم أن المغرب كان في أحسن تنظيم في تاريخ الكرة الإفريقية، تاريخ لاكان. ما عمرهم حلموا بهذوك الصطادات يلعبوا فيهم. كانوا موالفين يلعبوا في واحد الصطاد، هنا شويه غازون، لها شويه خبيزه، وحدها شويه نعناع، شويه شيبه، وقاضين غرض. جاو لقاو راسهم سافروا عبر الزمن. في الاخر شوف كيفاش شكروك، الا ما رحم ربي. كانوا بعض الناس جاو هضروا مزيان، تكلموا على المغرب، الاغلبيه جاو بنيه ماشي حسنه، وكل شيء بان. النتيجه ديال البارح بينت، كشفت الستار على بزاف ديال الحوايج. الله يرحم الوالدين، الناس المسؤولين والناس اللي في يدهم زمام الامور. بارك علينا من هاد عقدات البراني، الله يرحم الوالدين، عينا. صافي جا الوقت باش نهتموا غير براسنا حنا. المهم خلاصه القول خوتي، ما غاديش نطول عليكم بزاف، غير اللي خصنا نتعلموا هاد الشيء كامل اللي وقع هو درس واحد، هو اننا خصنا نكونوا مع بعضياتنا. وليدات تقاتلوا داروا اللي عليهم، مشكورين على الجهود ديالهم، نتمنى لهم الخير. ولا ان شاء الله باقي عاد جايه كاس العالم، باقي جايين تظاهرات كبار ان شاء الله، والمغرب راه برهن على هذا الشيء، ما يحتاجش اليوم عاد يبين. الحمد لله حقق بطولات والقاب انجازات، هذا الشيء العالم يشهد عليه. التطور المغربي لا في البنيه التحتيه ولا في الدوله كيفاش غاديه، ولا سياسيا ولا دبلوماسيا، الحمد لله لا نقاش في هذه. يعني كاس افريقيا كنا باغينها ما كتابتش، الحمد لله باقي ان شاء الله كؤوس اخرين جايه، ومازال ان شاء الله الخير باقي في الشباب المغربي. وهذا هو علاش دائما كنرجع لهذه النقطه، بارك علينا من عقدات البراني اللي ديما يجيو، كنكبروا له الشان، كنطلعوا به وكنهزوا به اكثر من القياس.
كنهضر على كاع الميادين، ما كنهضرش على الرياضه، لا في الرياضه ولا في الفن. حنا الفن هذه من زمان وحنا كنقولوها. بارك علينا الحمد لله. جا واحد الوقيته اللي صافي المغرب شاد طريقه، المغرب دار واحد ليكار كبير بينه وبين باقي الدول. الحمد لله تطور ملحوظ، بنيه تحتيه كبيره، رياضيا دار ثوره، ضجه عالميا. الكل ولا يتكلم عن المغرب، الكل ولا يخشى يتقابل مع المغرب، ولا يخاف المغرب. ولينا نشوفوا يعني منتخبات كبار يخافوا يواجهوا المغرب، ما عمرنا حلمنا بها. الحمد لله، وهذه بفضل الجهود ديال الناس اللي في المكان المناسب. هادشي اللي كاين الحمد لله. الامور غاديه مزيانه، دائما تفائلوا. واللي ربحنا هو ربحنا واحد الحب، واحد التلاحم، وربحنا واحد الصوره جميله عطيناها للمغرب، عطيناها للعالم ديال المغرب. اذا خوتي تبارك الله عليكم، تهلاو لي فراسكم بزاف بزاف، ما يبقاش فيكم الحال. هادشي ان شاء الله، هذه ازمه